إذن السلام عليكم وأسعد الله يومكم. إذن دائما برنامجنا المعتاد وهو العرب في المونديال. إذن كما تعلمون العرب الآن خارج المونديال إلا المغرب ومصر. إذن بالنسبة للنتائج العربية في المونديال لم تكن نتائج مرضية، وكانت نتائج خيبة الأمل لجميع الشعوب العربية. وما يزيد الطين بلة هو النتائج الكارثية: 6-0، 5-0، 4-0، 3-0. إذن فنتائج كانت نتائج كارثية. إذن فهكذا، وعلى بعد أيام من إسدال الستار عن المونديال، فالمنتخب المغربي العربي الوحيد الذي يخطو خطوات متقدمة ويتبعه المنتخب المصري. إذن فالعرب في هذا المونديال هي أسوأ المشاركات المنتخبات العربية، لكن المنتخب المغربي هو الذي أنقذ ماء الوجه لهذه الشعوب العربية، وكذلك أنقذ شرف الكرة العربية. وعلاوة على ذلك، فكذلك المنتخب المصري الذي يتمكن في هذا المونديال من إنجاز تاريخي له بتحقيق أول انتصار، وكذلك بتحقيق أول مرور إلى الدور الجديد، دور 32، ويمر إلى الدور 16، يعني دور 8. إذن فالآن أمامه مقابلة مصيرية، وهي مقابلة الأرجنتين. فيا ترى هل يستطيع المنتخب المصري الوصول إلى دور المربع أو ربع النهائي كما فعله شقيقه المنتخب المغرب؟ إذن فهذه هي المنتخبان اللذان مجال ينافسان ويقارعان الكبار، ونتمنى لهما حظا أوفر. ولهذا فإن المنتخبات التي كثيرا ما أساءت المشاركة، المنتخب التونسي كما نعهد عليه أنه إن لم يتأهل فأنه ينافس الكبار ويخرج على الأقل بنتائج ليست كارثية بهذه الحصص التي لم نعهد عليه. إذن المنتخب المصري أو المنتخب التونسي فأسوأ مشاركة له، وغادر المنافسة مبكرا، إضافة إلى المنتخب القطري كذلك حصل على نتائج سلبية إلى المقابلة الأولى التي تمكن فيها من التعادل أمام سويسرا بهدف لمثله، وكانت أول نقطة له في تاريخ المونديال، بالرغم من أنه نظم الكأس في السنوات الفارطة. إذن فهكذا كذلك المنتخب السعودي الذي كان يقوم بأدوار طلائعية ومهمة، لكن ظهر باهتا في هذا المونديال. المنتخب العراقي هو الآخر، لم يقدم الكثير. والمنتخب الأردني هو الآخر، أول مشاركة له، لكن نعفو عليه بأن أول مشاركة وليست له كما نعلم الخبرة، وعلى الأقل خرج بهزائم يعني ليست كارثية كما فعله أشقاؤه. إذن هكذا كانت المشاركة العربية الغير المنتظرة، ونتمنى للمنتخبات العربية حظ موفق في الأيام المقبلة ومزيد من التفوق والتقدم
ومزيد من الانتصارات للمنتخبين المغربي والمصري، هما اللذان باقيا يمثلان العرب وإفريقيا في هذا المونديال. تحية لكم والسلام عليكم. العرب خارج المونديال.